ايه اللي يحصل لو قررت ان انت عاوز تعمل ساوند ستيج للاغنية بتاعتك؟ هتلاقي نفسك بتستخدم البان العادي، هتلاقي نفسك بتستخدم ستيريو ايمجر، هتلاقي نفسك بتستخدم 2 ريفيرب، واحد للاير ريفليكشن واحد للليت ريفليكشن، عشان خاطر تعرف تقعد الناس من قريب ومن بعيد، وعشان خاطر تعرف تتحكم في الستيريو ايمج بتاعتك زي ما انت عاوز بالظبط. في بلجن ظريف جدا اكتشفته مؤخرا اسمه ساوند ستيج. تعالوا نفتحه ونشوف هو ممكن يساعدنا ازاي. Virtual Sound Stage البلجن سيمبل جدا، عندك input وعندك output، والبوينت دي هي اللي انت تحرك بيها الصوت جوه الروم سايز اللي هم small medium large. نسمع جزء من الأغنية بتاعتنا وبعدها مثلا هنعمل سولو على البيانو ونشوف احنا ممكن نغير المكان بتاعه ازاي. ما بيتراهنش عليا انا بمليون طريقة من زمان، هديت عندك شوية لكن ما جيتش اوزع الامان، اصل اللي فاهم انه مش باين ساعات كتير يبان. اللي احنا سامعينه ده الميكس العادي جدا وزاوت ساوند ستيج، يعني احنا مستخدمين الباننج بتاعنا ومستخدمين الريفيرب عشان نقول من قريب ومن بعيد، لكن الجزئية بتاعت الديبس كمحاكاة للي بيحصل في الحقيقة مش موجودة في الميكس ده. طبعا احنا علشان نسمع دوت محتاجين صوت عشان نقيس عليه ان احنا خلينا الصوت اللي فاتحين عليه الفيرتشوال ساوند ستيج قريب او بعيد بالنسبة لصوت تاني. بس مبدئيا انا هعمل سولو عشان عاوز اسمعك ايه اللي بيحصل لما بتحرك البوينت ديت. شفتوا ايه اللي حصل لما بدأنا نحرك البوينت بتاعتنا؟ عشان بقى تعمل دوت من غير ما يكون عندك بلجن بيتحكم في الحاجات دي هتلاقي الموضوع صعب قوي. بس انا عاوز اتكلم على البريسيجن، الاستقبال بتاع الصوت بيكون عامل ازاي. خدوا بالكم ايه اللي هيحصل وانا عامل كده. الصوت قريب مننا فشيء طبيعي ان هو عالي، لما هرجعه ورا الصوت هيبعد، وفي نفس الوقت الهاي اند بتاعته هتقل. يعني هنا الصوت برايت بيلمع وقريب، وهنا الصوت بعيد والهاي اند بتاعته قلت. طيب ده ياخدنا لبوينت تاني. لو انت قررت ان انت تستخدم البلجن دوت على كل التراكات بتاعتك، اول حاجه لازم التراكات بتاعتك تكون كلها ستيريو عشان يعرف هو يتحكم ويحط بقى الكوكتيل اللي انا اتكلمت عليه اللي هو الاي كيو، ان انت لما بتبعد فالهاي بتقل زي اللي بيحصل في الحقيقه بالظبط، ويعرف يحرك الصوت ويعرف يحط الايري ريفليكشن بتاعت الانعكاس بتاع الاوضه اللي يحسسك بحجم المكان وهكذا. لو انت قررت تستخدم التكنيك دوت فيفضل ان انت تعمل رف ميكس وبعدها تقعد الالات كل حد في مكانه، ويا اما تلعب بالليفلز بتاعتك من هنا وتسمع التراكات كلها مع بعضها عشان كل واحد يبقى واخد مستوى الصوت زي ما انت عاوز، او تقعد عادي زي ما انت عاوز. وكده عملت كده مثلا قررت ان البيانو هيبقى في المكان ده فصوته وطي فتقوم معليه من التراك هنا. دي بوينت حبيت بس ايه اوضحها. لو انت قررت تستخدمه ممكن تستخدمه بشكل لايت في الاغاني
ان ما يكونش هو الريفيرب الاساسي بتاعك تستخدمه كسمول وتستخدم الريفيربات التانية. انا دلوقتي هعمل محاكاة مثلا لو انا عاوز دلوقتي اجي على الفايولين بتاعتي دي كده واطلعها فوق مع البيانو واشوف لو هتخيل ان انا هعمل لهم زي روم كده او زي سبيس يكونوا موجودين فيها الاتنين مع بعض. طبعا هحاول دوت يبقى عندي ستيريو عشان اعرف افتح البلاجن عليه والبلاجن يبقى عنده اكسس على كل الحاجات اللي انا شرحتها. تعالوا اشرح لكم بالظبط اللي انا عملته. انا عاوز الفايولين تبقى موجودة في المكان اكتر، وباين كمان عندنا من الشكل ان البيانو هيكون قريب والفايولين رجعت وراه، وهنا سمول وهنا سمول. فانا هعلم كده لما هقفل دول هيبقى مفيش الفيرشوال ستيج بتاعتنا، ويبقى احنا بنسمع الميكس بشكله نورمال عادي جدا. لما افتح الاتنين مع بعض هيبقى انا حققت اللاير اوف ديبس الجديد عندنا، الخط بتاع العمق الجديد. هوب ان انتوا يكون عندكم سيستم كويس او لابسين هيدفون، لان الموضوع دوت عشان كنت تحققه في الميكس كنت بتبذل مجهود كبير قوي، وزي ما سمعتوا من قبله الميكس اوريدي خلصان، بس كده في بعد جديد، في لاير جديد اتضاف فوق الميكس بتاعنا.